مرحبا في قناتي كالعادة أينما كنتم أعزائي المشاهدين، أرحب بكم فألف أهلا وسهلا بكم. تشرفونني في القناة كالعادة بالاشتراك فضلا وليس أمرا. فتاة بريئة نجحت بمعدل جميل أدخل السعادة على قلبها وقلب والديها. ليمر في نفس اليوم فوتوغرافي صدفة وتطلب منه الفتاة بكل براءة أن يأخذ لها صورة تذكارية، لأنها نجحت ولا تستطيع تحمل تكاليف إقامة حفل والفرح ودعوة صديقاتها. فجأة تنتشر الصورة وتصبح ترند. يساهم عديد الجزائريين من ذوي الشهامة وطيبة الأخلاق وخاصة مع المحتاجين، ويطلع على الظروف العائلية والمسكن العائلي الذي كان حقا في حالة يرثى لها، مبينا الحالة العائلية للعائلة. وجه عديد الجزائريين طلبات كبيرة للوالي للإفراج عن العائلة، وما الفرج سوى فرج الله سبحانه عز وجل، وما العبد إلا سبب. ليتحقق فجأة الحلم ويصير حقيقة من صورة إلى واقع جميل ومنزل جميل. الطفلة أمينة التي وصل نداؤها للوالي ليفاجئهم بالقبول والاستفادة من السكن اللائق الذي يليق بها وبعائلتها. الفيديو وثق فرحة أمينة وعائلتها بالمسكن الجديد، بحيث كانت تحمل مفاتيح السكن والسعادة تغمر قلبها، وابتسامة جميلة لم تفارق شفتيها طوال فترة تصوير الفيديو. الحمد لله، إن الله إذا قال للشيء كن فيكون، فالحمد لله لكل من ساهم في إدخال البهجة والسرور على هذه العائلة وكان سببا في مد يد العون، وكذلك للمصور الذي كان السبب الرئيسي في إدخال الفرحة أيضا وإزاحة هم كبير منذ سنوات من العوز والمعاناة والحاجة. فاصبروا واحتسبوا أمركم للخالق، فصبر جميل والله المستعان، والقادم أجمد. فأحسنوا الظن بالله وأحسنوا الظن بالله، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. في آخر الفيديو كالعادة أعزائي لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس المشاهدة ليصلكم جديدنا كل يوم. صلاة وسلام على حبيبنا المصطفى، أحبكم في الله، إلى اللقاء.